ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل بقى القرص بالعجوة او ترسى الافران اللي احنا شايفينها قدامنا دي. هشة وقطنية وسهلة جدا. تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مكوناتها ايه معانا. اول حاجة، انا عندي مج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت، هعايره 3 كوبايات من المية تقريبا، 3 مجات من المية بتاعت الشاي. لو انا عارفة ان الدقيق بيستقبل مية هحط 3، لو عارفة ان هو ما بيستقبلش هحط 3 الا ربع من المية، ولو احتاج هنكمل تاني. عندي معلقة كبيرة من الخميرة، وده لاننا في الصيف، لو في الشتاء هتبقى معلقة ونص من الخميرة. عندي كمان نص كوباية من السكر، ما يعادل 5 معالق كبيرة تقريبا. هدوب بقى الخميرة والسكر في المية بتاعتي، ومية دي مية من الحنفية عادي جدا، لو انا في الشتاء هتبقى مية دافية. بعد كده عندي دول ربع كوباية من الزيت تقريبا، اللي هي 5 معالق كبيرة من الزيت. دول معلقتين من الزبدة، ممكن بديل ليهم السمنة، وممكن ان انا استغنى عن السمنة والزبدة خالص واحط نص كوباية من الزيت. يعني احط الكوباية كلها من الزيت لو انا عايزة، بس بصراحة الزبدة هنا او السمنة البلدي بتاعتي فرقت معايا كتير جدا في طعم القرص بتاعتي. بعد كده كان عندي معلقتين كبار من اللبن البودرة حطيتهم، اللي هم تقريبا 20 جرام. هنا عندي ده كيلو دقيق، لو انا هوزنه هيبقى كيلو، لو هعايره بالمج الشاي هيبقى 8 مجات من اللي انا عايرت بيهم المية بتاعي. عندي رشة ملح او نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة خل كبيرة لان الخل محسن للمخبوزات. عندي كيسين من الفانيليا، هنا هيدوني ريحة حلوة جدا للمخبوزات بتاعتي، وفي نفس الوقت هيفرقوا في الطعم كتير جدا. انا بقى هعجن بقى الدقيق بالمية بتاعي لما ما يكونش عندي دقيق خالص، وتبقى عجينة عندي. هنزلها على الرخامة وهبتدي اشتغل فيها. شايفين كده انا لميت الدقيق كله اللي موجود في الطبق اللي انا بعجن فيه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى انزلها على الرخامة عشان اتملكها في العجن بتاعي. جبت بقى جنبي كده كمان ربع كوباية او ربع مج من اللي انا كنت بعاير به المية، حطيته في طبق معايا عشان اشوف لو العجينة دي لسه تقيلة معايا او جبسة ومحتاجة كمية من المية. هدهن ايدي فيها بس كده، او هبل ايدي بيها مية بس كده، وابتدي اعجن في العجينة. شايفين عجينة حلوة جدا. انا من وقت للتاني هفردها زي ما انتم شايفين كده، وهغسل ايدي عشان التلزيق اللي فيها، وارجع اكمل فيها عجن. الدقيقة اللي بسيبها دي على فكرة بتساعد العجينة ان هي تبقى طرية معايا اكتر بعد ما اجي اعجنها تاني. شايفين انا بليت ايدي من المية، ويا دوبك بمشي عليها بلة بسيطة جدا كده. ليه؟ لان انا كنت حاسة ان هي تقيلة معايا لسه، وكانت محتاجة نسبة سوائل كمان. ده يا جماعة كمية المية قلت ان هي بترجع لنوع الدقيق اللي عندي. كل ما بعجن في العجينة بتاعتي دي على فكرة وبوصل لنتيجة ان هي بيبقى فيها نسبة تلزيق بسيطة في الاخر، وبتبقى عجينة طرية جدا، ده دليل على ان المخبوزات بتاعي هتبقى هشة وجميلة، ولما تبرد مش هتفرول مني ابدا، وهتفضل زي ما هي طرية وهشة وقطنية. بصوا برجع تاني افردها، واغسل ايدي لو فيها اي تلزيق، واسيبها ترتاح شوية، وارجع اعجن فيها تاني. هفضل اعجن فيها بقى كده لما توصل معايا ان هي تبقى القوام اللي انتوا شايفينه كده، حاجة طرية وجميلة، وزي ما قلت فيها تلزيقة بسيطة. شايفين يا جماعة العجينة معايا بقت طرية ازاي؟ حلوة جدا. ده القوام المطلوب. هبتدي بقى احطها تاني في الطبق اللي انا عجنت فيه عشان اسيبها تخمر معايا. طبعا لو في الصيف هتقعد معايا من 30 ل 35 دقيقة، لو في الشتاء هتقعد معايا ساعة، او على حسب المكان اللي انا حطاها فيه. انا دهنت وشها بالزيت لان الزيت بيساعدها في عملية التخمير، وهغطيها بكيس بلاستيك او ستريتش، وعليه كده قماشة او فوطة، بحيث ان هو يساعد الخميرة ان هي تخمر معايا. وهي بقى بتخمر انا هجهز الحشوة بتاعتي. ده كان عندي نص كيلو او 500 جرام من العجوة تقريبا. لو عايزة ازود عشان انا بحب كمية الحشوة معايا، ممكن 600 جرام او 700 جرام تبقى كويسة معايا جدا، هتبقى فيها كمية حشو كبيرة وحلو. بس انا بصراحة شايفة ان الحشو بتاعي كان مظبوط جدا.
انا بقى هنا حطيت عليه معلقة من السمنة، وحطيت عليه معلقة كبيرة كده من السمسم لو عايزة ازود براحتي، وحطيت عليه شوية قرفة صغيرين كده تديني ريحة حلوة للقرصة بتاعتي. الحشوة هنا او المنكهات بتاعتي دي كل واحد وعلى حسب الحاجة اللي بيحبها، انا بدي الفكرة وبعد كده اللي بيحب حاجة يا جماعة يعملها. عندي بقى هنا هشكلها زي ما انتم شايفين على حسب التشكيل اللي انا عايزاه. انا مديه العجينه المظبوطه جدا اللي ممكن اعمل بيها اي شكل انا عايزاه في الفرن، عندي هي العجينه بتبقى واحده. بعد بقى ما العجينه خمرت معايا زي ما انتم شايفين كده، انا هبتدي اقطع فيها. ممكن اقطعها في الطبق زي ما هي، او ان انا اقطعها بقطعه العجين. ولو انا عايزه اعملها كلها حجم واحد ممكن برضو ان انا اوزنها، الجرامات بتاعتها هتبقى مظبوطه جدا، من 75 ل 80 جرام هتبقى الحجم بتاعها كويس جدا. انا هنا بصراحه ما وزنتش وقطعت كده لان انا عاملاها في البيت، يعني مش هبيعها ولا حاجه، فمش الاحجام دي مش فارقه كتير. ابتديت اقطعها تقطيع عشوائي زي ما انتم شايفين كده عشان اسهل نفسي. بعد كده ببتدي اكورها، واللي بحسها كبيره بشيل منها، بحسها صغيره بكبرها زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الكميه دي كلها طلعت من كيلو الدقيق. عندي بقى هنا انا هسيبها ترفع، وجبت صاج او صينيه المتاح بالنسبه لي بستخدمه، ما حطيتش عليه اي زيت ولا اي ماده دهنيه خالص، صاج ناشف جدا. جبت بقى العجينه بتاعتي، اول واحده انا ابتديت ان انا اكورها وابتديت افردها زي ما انتم شايفين كده بشكل بيضاوي، يعني زي يعني كاني هعمل مثلا رغيف فينو. تمام كده، بس بيزيد عليه ان انا بحشي فيه العجوه بتاعتي. طيب انا حسيت ان العجينه وانا بستخدمها فيها تلزيقه بسيطه ومضايقاني وانا بفردها، هدهن الرخامه اللي انا بفرد عليها دهنه زيت بسيطه جدا، بس ما زودش، بحيث ان انا لما اجي اشكلها زي ما انتم شايفين الزيت ما يعمليش طبقه عازله فما يمسكش معايا العجينه. هبرم العجينة بقى وهضم الجوانب بتاعتها على بعضها واقفلها تقفيل حلو جدا، وابتدي بقى بسكينة او بمقص او اي حاجة هفتحها نص فتحة بس كده، شايفين؟ وهبعد عن التقفيلة بتاعت الجناب بتاعتها عشان ما تفتحش مني وهي بترفع او وهي بتستوي. وحطيتها على صينية يا جماعة ما فيش فيها زيت ولا اي مادة دهنية خالص. تمام، اهو بعمل واحدة كمان معاكم. بحط كده العجوة على طرف العجينة وابتدي اقفلها كلها، ولازم اقفل الاطراف بتاعتها كويس قوي كده عشان ما تفتحش مني. بعد كده هبرمها، هديها طول معايا زيادة، وهقفل الجناب بتاعتها زي ما احنا شايفين. بصوا طبعا عشان انا مش مزودة كمية الزيت اللي انا بفرد عليها فبتتقفل معايا بكل سهولة زي ما انتم شايفين. افتحها بسكينة او بمقص. دي شكل الترسة بتاعت الافران اللي احنا بنشوفها. بقى في شكل تاني اللي احنا بنشوفه اللي هي بتبقى طويلة شوية. فانا بقى هعمل العجينة بالطول كده، وهبتدي احشي العجوة في النص. برضه انا قلت الحشوة كتيرة او قليلة دي على حسب ما احنا بنحب يعني. تمام، هقفل بقى الطرفين على بعض اهو. بس انا مش عايزه السمك يبقى تخين قوي عشان ما تحسوش ان العجينه تخينه معانا، هي كده سمكها شايفين حلو جدا. السمك بتاعها ده كان كويس معايا جدا بعد التسويه. وابتديت افتحها بقى من النص كده بمقص او بسكينه اللي يريحنا واللي احنا حاسين ان اسهل بالنسبه لنا. احنا اتفقنا ان احنا ما بنقفش ابدا ابدا في المطبخ على اي حاجه. هعمل معاكم كمان واحده اهو، بفردها بالطول، وبعدين بحط العجوة بتاعتي في النص، وابتدي اقفل الاطراف بتاعتها على بعضها اهو عشان ما تفتحش مني وهي بترفع، وفي نفس الوقت ما بتخنهاش عشان ما تبقاش كتير تخينة معايا. قفلتها كويس جدا، والتقفيلة دي لما باجي احطها في الصاج بيبقى التقفيلة دي هي اللي تحت، وبفتح بالسكينة او المقص من الناحية التانية. تمام، هعمل بقى شكل تاني بيبقى موجود برضو معانا في الفرن. هفرد العجينة فردة مدورة كده، وهحط العجوة بتاعتي في النص. وعلى فكرة اللي عايز يستعمل برضو ملبن مش عجوة ممكن يستخدمها، يعني اللي بنحبه نحطه. وهقفل بقى الاطراف بتاعتها كلها كده، وابتدي اظبط الدايرة بتاعتها عشان تبقى مدورة معايا، وافردها برضو عشان ما تبقاش تخينة معايا وتبقى العجينة كتير جواها.
بعد كده هفتحها بالسكينة او بالمقص زي ما هعرف اعمل. كمان واحدة معاكم اهو بفردها بايدي او بالنشابة، الاسهل بعمله يعني. وادي الحشوة جواها. يعني الطريقة سهلة جدا. معلش انا مطولة عليكم بس عشان خاطر اللي هيقوم بقى يعملها ان شاء الله بعد الفيديو دوت يبقى عارف كل التفاصيل اللي موجودة، فما يقفش على حاجة ان شاء الله. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، بجد هتعجبكم جدا. واللي وصل معايا في الفيديو لغاية هنا يا جماعة يا ريت ما ينسانيش في اللايك والشير. عندي بقى دي بعد ما خلصت الكمية كلها كانت ابتدت ترفع معايا زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ادهن الوش بتاعها. انا عندي صفار بيضة هحط عليه معلقتين من المية ومعلقة كبيرة من الخل وكيس من الفانيليا. صدقوني البيض مش هيظهر له اي ريحة تماما وهتبقى حلوة جدا. هدهن بقى الوش بتاعي، وهنا دهن الوش ده عشان الزق عليه السمسم ويديني لمعة حلوة جدا في القرصة بتاعتي. طب لو انا مش عندي بيض ومش عايزة اعمل بيض، لو عملت مية بسكر بس هتنفع معايا. ممكن اعمل لبن بسكر، ممكن يعني بصوا اي حاجة على الوش هتدينا لمعة حلوة جدا. وهنزل بقى بالسمسم بتاعي زي ما انتم شايفين. وطبعا انا في الوقت ده كنت مسخنة الفرن على نار عالية جدا لمدة 10 دقايق، يعني عاملاه على 220 ومشغله الشوايه على الهادي جدا. ومن كل دقيقتين كنت بفتح الفرن بتاعي والف الصاج بتاعي فيه عشان يطلع لي كله لون واحد زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله كله لون واحد، كله تسويه واحده من تحت ومن فوق. ده لاني كنت بتابعه الفرن، بقول لكم كل شويه كنت بلف الصاج جوه الفرن. شايفين؟ بعد كده بقى بعد ما هديت انا سبتها هديت وبعدين غطيتها بالكيس البلاستيك زي ما انتوا شفتوا. لما هديت معايا بقى خالص ابتديت اشيلها من الصاج. شايفين ازاي يا جماعه؟ طريه جدا وهشه وحاجه كده كانت طعمها بجد جميله جدا جدا جدا. شايفين الجمال يا جماعه؟ وادي الصاج التاني كمان في التسويه بتاعته. يا ريت بقى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير ومتابعه عشان يوصل لكم مننا كل جديد.